السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. فيديو النهارده بقى هنعمل مع بعض فطاير الجبنه بالسبانخ، فطاير هشه وطريه وطعمها خطير، تنفع عشاء او فطار، تنفع كمان لللانش بوكس. تعالوا بينا نبدا الفيديو ونشوف وصفتنا. اول حاجه عندي هنا 5 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الملح، وعليهم كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر. عندي بقى كوبايه ميه من الحنفيه مش مليانه لاخرها، هحط عليها بقى معلقه ونص من السكر كده، وهحط كمان معلقه من الخميره الفوريه. هقلبهم كويس جدا مع بعض وهركنها على جنب عشان خاطر الخميره بتاعتي تتفاعل. بعد كده احطها على باقي المكونات. باقي المكونات بقى معايا فنجان من الزيت او ربع كوبايه من الزيت. عندي كمان كوبايه من اللبن الرايب، ولو ما عندكمش لبن رايب تقدروا تحطوا معلقه من الخل على اللبن وتسيبوها شويه هيبقى لبن رايب، او تستبدلوها بكوبايه من الزبادي. بعد كده بقى هحط كوبايه الخميره بتاعتي، بعد ما اتفعلت كده هنزل بيها على المكونات بتاعتي كده، وهسمي الله ونبدأ نعجن العجينة كويس جدا جدا. نجاح المخبوزات بيكون في عجن العجينة كويس، كل ما تعجنيها كويس كل ما هتديكي نتيجة احسن واحسن. بصوا بقى شكلها بعد ما عجنتها كويس قوي قوي كده، بقت طريه جدا ازاي. هحطها بقى في بوله واسيبها تتخمر في مكان دافي عشان كمان الجو بدأ يسقع. ممكن تحطوها في الفرن عشان تتخمر معاكم اسرع، لفوها بفوطه ودخلوها الفرن او اي درج عشان تتخمر اسرع وما تاخدش معاكم وقت طويل. في الوقت اللي بتخمر فيه العجينه بتاعتي هنبدأ نعمل بقى الحشوه بتاعتنا اللي هنحشي بيها الفطاير. عندي في حله كده معلقه من السمنه هسيحها خالص، وهنزل عليها بقى بكيس من السبانخ، سواء بقى سبانخ طازه او فروزن، اي حاجه عندك متوفره استخدميها عادي. هقلب بقى السبانخ بتاعتي تقليبه واسيبها كده تفك. بصوا بقى بعد ما فكت كده الكميه قلت جدا ازاي. هسيبها تتشرب الميه دي واطفي عليها واحطها في بول عشان تبرد تماما قبل ما احطها على الجبنه. هنا بقى العجينه بتاعتي اختمرت ما شاء الله ازاي. هبدا اهبطها بقى عشان اوقف عمليه التخمير بالشكل ده، وهقسم العجينه بتاعتي لكور صغيره كده زي ما انتوا شايفين، الحجم اللي انتوا عايزينه طبعا. وعندي هنا بقى جبنه فيتا عليها شويه زعتر مجفف حلوين كده، بيدوا طعم خطير جدا للفطاير بتاعتكم. وعندي هنا كمان السبانخ بعد ما بردت خالص خالص هنزلها بقى على الجبنه كده واقلبها كويس. بعد كده بقى هاخد كوره من العجينه كده وهبدا افردها بايدي، ولا نحتاج فراده ولا اي حاجه خالص. بايدينا كده هنفردها فرده بسيطه على شكل دايره، وهسيب لكم بقى الخطوه دي تشوفوها اكتر عشان تعرفوا تعملوا شكل المثلث ازاي بالشكل ده. بيطلع معايا بقى شكله حلو كده بالشكل ده. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. هنا بقى بعد ما خلصت كل الكمية بنفس الطريقة وسبتها تتخمر للمرة التانية، هبدأ بقى ادهن الوش بشوية من الحليب. مش عايزين تدهنوها بالحليب تقدروا تستخدموا مية وسكر او تستخدموا بيض براحتكم، المتوفر عندكم استخدموه عادي جدا. بعد كده بقى هرش على الوش كده شوية من حبة البركة. ممكن تحطوا سمسم او كمون حصى او اي حاجة تحبوها. ممكن تحطوا جبنة مبشورة اللي انتوا عايزينه. في الوقت ده بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، بدخلها على الرف الاوسط لمدة 20 دقيقة. اول ما تنفخ وتاخد لون من تحت كده برفعها فوق واسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي من فوق. عايزين تشغلوا الشواية براحتكم بس تكونوا مراقبينها كويس، وكل شوية تلفوا الصينية بتطلع معايا بقى بالشكل ده. شايفين؟ خطيرة وتجنن وريحتها قلب البيت. اول ما بتطلع بديها رشة مية واغطيها عشان تفضل معايا طرية وتجنن. شايفين بقى شكلها خطير ازاي؟ وتعالوا بقى اقول لكم على طريقة تحفظوا بيها الفطاير واي معجنات. بعد ما بتبرد خالص بتحطوها في علبة محكمة الغلق وتحطوها في التلاجة وتطلعوا منها تسيبوها بره شوية بترجع طرية وطازة. او ممكن تحطوها في الميكروويف او تسخنوها على الطاسة بقطعة من التلج بترجع تحفة. ولو عاملين كمية كبيرة تقدروا بقى تحطوها في اكياس وتحطوها في الفريزر، هتقعد معاكم فترة كبيرة جدا. وبس كده، جربوا الفطاير بالجبنة والسبانخ هتطلع معاكم خطيرة وبألف هنا وشفا على قلبكم. ولو وصلتي معايا لاخر الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وتدعميني بكومنت حلو، واشوفكم في وصفة جديدة.